فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. ايه ده فورم حصحص. الله، ده متدبس بالطاقه الشمسيه اللي مخترعها الاستاذ زغلول. مش عاجبك؟ روح له خليه يدمسهولك. بندق ولا يا بندق، انت اطرش. ايوه يا اسطى. روق المرسيدس دي قبل صاحبها ما يجي. زغلول روقها يا اسطى. زغلول روقها. البقاء لله. يا نهار اسود، ايه اللي انتوا حطيتوه في العربيه ده؟ ده اوبشن جديد يا باشا، حنفيه سخن وبارد، اختراع الاستاذ زغلول. اشرب يا باشا اشرب. فين زغلول ده؟ انا اديهولي حالا. انا يا باشا. بندق انت العبقري زغلول. ما تخافيش يا ام هبه، ان شاء الله بنتك هتتجوز والعريس مش هيطفش النوبات ان شاء الله. دي الحلاوه لو حصل نصيب، ده عشر عريس، ولو طفش البنت هتبوظ. له حق يطفش بصراحه، البنت ماسحه خالص يا ام هبه. انا مش فاهم ليه مش طالعه مربربه زيك كده. ايوه ايه في ايه؟ الحق حد بينده عليه. ماشي جاي. ايه؟ في ايه؟ انتوا يا جماعه اللي بتحدفوا العيال من فوق، مش كل يوم تحدفوا علينا عيل. في ايه يا غيرع؟ الله، ما تسيبها، هي بتاعتك. ايه الفول اللي زي الزلط ده يا اسطى؟ يا اسطى وانا ايه بتاع فول؟ امسك بلا قله ادب. امسك. المعلم بيقول لك الطاقه الشمسيه خربت بيوتنا، ما بتدمس والفول ما بيستويش. هيستوي ازاي وانتوا ناشرين على الطاقه الشمسيه؟ الغسيل ولبست العيال. اعمل ايه؟ خليه يروح يسويه في المستوقد. انتوا حاره مالكوش في الاختراعات. هوبليس كيس. طب والبنت دي اعمل فيها ايه؟ رضعها. استلم زغلول اهو يا اسطى. هو ده اللي خربها يا باشا. مش عاجبك الاوبشن اللي انا عامله لك من غير قله ادب؟ هفكه لك واخلي لك العربيه سخ سليم. انتوا مش بتوع اختراعات. بالعكس يا زغلول، ده عاجبني جدا، ناقصه بس خلاط يبقى 100 100 بصراحه. قول كده للاسطى، الناس اللي بره حاسه بقيمتي وحارتي مش حاسه باللي انا فيه. ادعي لي انا اللي عملتك. الله يخليك متشكرين قوي. ايه في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ لا ما هو مش كل وهبه تجيلي تاخدها يا عم من اللي عليك، ما انت انا حالت وبري. انت ادرى واحد بظروف يا عم. عادي. الحمد لله يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هو ده. خلاص يا عم فاروق خلاص. هو ده. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله ينورك. الله يخليك يا رب. ربنا يخليها لك يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. بطيخ لذيذ قوي يا رب. الف هلا وشفا، صحتين يا حبيبي وعافيه. البطيخ يا ماما. الله اكبر. وايه اللي بيحصل ده يا ابله؟ في ايه يا اخوي؟ قلبها بيدق من الفرح. كل بطيخ كل بطيخ. يا ده الحظ الاسود. سكس بلف باظ. ماما خليني يا ماما. هي العروسه مالها يا اختي؟ يا ماما انا بطير يا ماما. خليني يا ماما. يا يما العروسه بتجيب انا عايزها يا يما. حد يمسك رجليها، انا جاي اهو. حد يفز العروسه. أحلامي ماهيش بسيطة، أفكاري سواريخ.
معاكم. الحرب اللي جايه حرب الميه وانتوا هتموشوا البيت من الميه. الله يخليك. وانت بتتخانق مع نفسك على الصبح يا زغلول؟ الغرب ياما شايفه الميه عامله ازاي؟ على السرير كأني نايم في حمام، ونقول لهم الحرب هتقوم وبصوت الكلب ما عندوش دم. يخرب بيت تنحتك بني ادم. يا ابني تعالى، في واحد من الحي مستنيك تحت. في ايه انا؟ عمال تهبد على الباب، هو بيت ابوك؟ الداير انت يا فيفي بتبص على ايه؟ لا بجد البحر على ايه؟ هبحلق في ايه؟ هسرح يعني؟ هشوف مادونا يعني؟ طب يلا اتمسى وامشي من هنا يلا. لا انت اللي تتمسى بقى وتتلم وتبطل الميه اللي شغاله عمال على بطال دي لما البيت هيقع علينا. بنصيف يا اخي، ايه؟ ما نصيفش؟ ايه قلبتها مارينا؟ مارينا مش ام الشيخ براحتك. لا مش براحتك. بيتي وانا حر فيه. لا مش حر فيه، لو هيقع على نفوخنا كلنا بقى شريك. انا ما تنططليش ولا يا زغلول، ايه رجليك شالتك؟ هتعمل لي فيها فرق؟ انت كتكوت ولا؟ انا لسه بحترمك على بسطويس ومش عايز امد ايدي عليك. ولا ما تزعقش، لو مدت ايدي عليك اخرم لك عينك. يا عم بس. يا عم هد ابويا ايه؟ ابويا كان بيلعب بالميه طول النهار وقاعد لنا باللباس كده. احترم يا خش جوه يلا. احترم نفسك يا زغلول. خش جوه يا سالم. فيفي خش جوه يا فيفي، خش جوه انت وهو. خش يا فيفي، خش يا فيفي. انا كويس يا شلال، انا كويس، انا سليم. هجيب عربيه الازاله تشيلك وانت شبه عربيه المطاف كده. بس عليكم على ما عندكوش دم. اوعى تسيبوا نفسك وديهم خش شويه ليه؟ تعالى يلا عشان الدكتور تعالى تعالى. بس عليكم مش كفايه ما عندوش دم. كل يوم عيل من عياله بيقع واحنا بنحوش وهو ولا في دماغه. بقول لك ايه طول بالك بس يا زغلول يا ابني وسيبك منهم وخليك معايا انا بس وشوف انا جاي لك ليه. خير يا عم منصور. لازم يوم السبت الجاي ده باذن الله تروح على المحكمه وتعملوا استشكال عشان توقفوا قرار ازاله البيت. سامعين؟ عايزينوا البيت، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه بقى. يا اخي بقول لك طول بالك بس، اصل الاستشكال ده بقى لما تعملوه المحكمه هتديكوا فرصه علشان تلموا فلوس تصليح البيت. يا عم منصور ده احنا بقالنا 10 سنين مش عارفين نقعد مع بعض 10 دقايق علشان نلم من بعض فلوس الاستشكال. هنعرف تلم 5000 جنيه تصليح البيت؟ اجيبهم منين؟ اسرق. ما ترد على الموبايل. سيبيه رن، ماليش نفسي ارد على حد دلوقتي. وايه بقى النمره الغريبه دي؟ انا اعرف منين بس يا حبيبتي؟ طبعا تلاقي الهانم بتطلبك من نمره غريبه انا ما اعرفهاش. هانم مين؟ انت فاكرني عبيطه ولا نايمه على وداني؟ انا من سريري ده عارفه كل اللي بيحصل في الشركه وغرامياتك مع الزفته شركتك. يعني اعمل ايه؟ اموتها لك عشان تستريحي؟ لا يا حبيبي، تخرجها من الشركه وانا هشتري نصيبها. لا ده اسمه كلام برضه يا حبيبتي. عايزاني افض الشركه اللي بيني وبينها عشان شويه اوهام موجوده في دماغي؟ يعني برضه مفيش فايده. بعدين بقى انت عايزه توصلي لايه يا فريده؟ انا ابتديت ازهق ومش عايز اغلط. اكتر من كده غلط. انت ايه يا اخي؟ ما بتحبش. انا بتطلع ازاي؟ برضه مش بترد عليا؟ سايبني مرميه ورايح لها. فاكر مفيش حد واخد بالك. هتتقمش يا ادهم. انا هوريك وهوريها. ماشي يا ادهم، ماشي يا ادهم. ادهم Did Mr. Adam arrive? Yes, he's here. أنا خفت ما تكونش جيت لأن اتأخر على البنك. تعرفي انك حلوه قوي النهارده؟ ما أنا عارفة إيه الجديد. شكلك اتخانقت معاها النهارده. ده العادي بتاع كل يوم، كله بسببك. شك ان في حاجه بينا. طالما بتقول في حاجة بينا ما تيجي نخليها جد ونخلص. دي عايزه تشتري نصيبك في الشركه وتمشيكي. ياه للدرجة دي بتكرهني؟ وانت ايه رأيك؟ بليز انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص. انا ما صدقت اني مسافر. طب ايه رأيك اسافر معاك؟ يا ريت. طب يلا بقى وبلاش احلام عشان ميعاد البنك. وافق. معصلج على الاخر وصحي من النوم مش طايق حد يكلمه. وبعدين بيني وبينك ده مهما كان اخويا الكبير
وفي مقام المرحوم ابويا، يعني له هيبته وله وقاره واحترامه. خلاص بقى، خلاص يبقى مستقبلي ضاع انا وانت يا حبيبتي. هطلب ايه وانت هيسمعك؟ بيسمعنا. هروح اقدم ازاي المشروع لبراءة الاختراع من غير ما اجربه على حد؟ مش ده اختراع لازم يتجرب على حد يا ماما؟ انا بقول كفايه اللي حصل له من ورا اختراعاتك. وانا كل اختراع كده هروح اتحايل عليه؟ انت بتخافي منه وبتدي له حساب زياده عن اللزوم. سيبيني انا هروح اقنعه. استر يا رب. استاذ صابر، يا صابر افندي، ما تنزل الجرنان ده وعبرني. انا قلت لا يعني لا. صابر، انا عارف ان انت مش طايقني، بس اعمل ايه؟ كان لك حاجه عند صابر قول له يا سيدي. صابر، ارجوك يا صابر، الاختراع ده غير اي اختراع تاني جربته عليك. الاختراع ده اللي هيطلعني انا وانت للمجد. انت كل مره تقول لي المجد، انا لا شفت منك مجد ولا تامر. النوبه اللي فاتت كنت هتطلع عيني لما حطيتني في حكامة الكتاكيت. هتعمل فيا ايه اكتر من كده؟ عشان خاطري بقى وافق المره دي يا ابيه، وان شاء الله هنعمل لك اللي انت عايزه. قلت ايه يا استاذ صابر؟ استغفر الله العظيم يا رب. تدفع كام في الموضوع الاسود ده؟ هو انت ما بتعملش حاجه لله ابدا وللعلم؟ ماشي يا سيدي، اللي انت عايزه. اتفضل يا صابر باشا. استنى بس يا زغلول، انت هتعمل فيه ايه؟ ولا حاجه، هجرب عليه قوه الشفط بس. اسمع يا زغلول، انا مش هقلع البنطلون. يا صابر باشا، ما حدش طلب من حضرتك تقلع بنطلون. اتفضلي خديه. عايزك تقعد كويس يا استاذ صابر. ها، قعديه بقى على التواليت. بسيطه ان شاء الله. يا رب يا رب استر المره دي. لا مش هينفع القعده دي، اقعد حلو وصفي نفسيتك من ناحيتي عشان ربنا يبارك لنا في الاختراع ده. يلا يا وفاء، هوصل الكهرباء. كهرباء؟ اتكل على الله يا زغلول، ابي جاهز. ابعدي عنه بسرعه يا وفاء. كهربني. ابي يا نهار اسود، السكين علاقي. سلام يا ابي. اشوف لك حد تاني تجرب عليه اختراعاتك، وابقى اشوف لك واحده تانيه غير اختي تتجوزها، بس المخترع. طب والجواز ماله بس ومال الاختراعات يا ابي؟ سيبك منه، ده عيل نحس. يلا امشي من هنا. يلا ده انا تحت يا بس. حاضر يا ابي. استني هنا، انت هتسمعي كلام الاستحليه دي؟ يلا امشي من هنا عشان انا مش عايز اذيك. يعني هتعمل ايه يعني؟ ده انت قليل الادب قوي. ما بقاش ظهر راجل لو جوزت كفر. هاي هاي. كويس انت متاخرتوش. مالون الطريق كان زحمه قوي. اجيب لك ناديه شريكتي احمد المحامي الجديد بتاعنا. تشرفنا يا مدام نادي. أهلا. مش يلا بينا؟ اتفضلي. في كده خليك في شغلك. مش معقول عشان الواحد يجي يقدم طلب يجي لابس بيجامه. عجبت يعني؟ راجل شغال بقاله 13 ساعه. اتفضل يا سعاده الباشا. صباح الفل يا فندم. أو صباح زي كل يوم. نعم. حضرتك ده الطلب بتاع القرض مستوفي البيانات وكله تمام سيادتك. وقرضك كام يا سيدي؟ 10000 جنيه. كام؟ 5000 جنيه. انسى الورقه دي خالص ولا تحط دماغك فيها. معايا كمان ورقه 200 لو حبيت تخفض انا تحت امر سعادتك. وإيه ضماناتك بقى يا سيدي؟ عندك عقارات، عندك أراضي زراعية، عندك ودايع بنكية؟ وانا لو حضرتك يعني عندي اراضي زراعيه وعقارات، يعني كنت هحتاج للقرض ليه؟ مش عارف يعني. سيب الورق ياخد دورته وابقى تعالى اسأل عليه. حاضر، اجي بكره سيادتك يعني ولا ايه؟ بكرة إيه يا ابني؟ أنت من بريخ؟ لا، من زحل ورا مجره شمال كده. أنت هتهزر ولا إيه؟ لا سيب الورق واتكل على الله. حاضر يا فندم، حاضر. انا ما تزعلش نفسك. ألف مبروك علينا يا أدهم بيه. إن شاء الله تقدر تصرف القرض خلال أسبوع واحد إن شاء الله. بس كده أدهم هيكون مسافر. مفيش أي مشاكل يا هانم، أي حد معاه توكيل عام من أدهم بيه ممكن يصرف القرض. ليه توكيل عام؟ مجرد روتين عشان اجراءات الصرف تخلص وانت مش موجود. خلاص خلي الموضوع لما ترجع يا أدهم. لا نو بروبلم. انا هبقى اعمل توكيل عام واديه لاحمد هو يتصرف. الليمون يا أدهم بيه. معلش بقى فرصه ثانيه يا فندم. شرفت يا باشا. يا جماعه لازم نعمل الاستشكال يوم السبت وندفع الرسوم. ولو ما دفعناش ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هو زي كل مره. لازم النهارده نلم الفلوس بتاعه الرسوم عشان نلحق نعمل الاستشكال، وبعد كده نقعد مع بعض قاعده نشوف البيت ده هيتصلح ازاي. انا زهقت منكم، انتوا على طول بتتخانقوا، انا مش قاعد معاكم. دي كل الفلوس اللي معايا. ربنا يخليك يا عم يوسف، عقبال ما الباقي يحسوا. انا سمعت ان فلوسنا اللي في العراق هترجع قريب. لما ترجع باخد منها اللي انت عايزه. امسك الحواله دي، ابني بعتها لي من ليبيا وقالوا هيصرفوها لما يفكوا الحصار. يعني انت فلوس حضرتك عند الريان، وانت فلوس ابنك لسه في ليبيا، وانت فلوسك لسه في العراق. انا عرفت خلاص يا جماعه مين اللي هيرمم مين؟ جامعه الدول العربيه. لا طبعا، ده انت تسيبيه هنا. تروحي له ده ايه؟
هو اللي يجيلك لغايه عندك. اسمعي الكلام بقى مره واحده في حياتك. ايه ده؟ طبعا يجيلك لغايه عندك هكلمك تاني. ادهم جاي. باي. ها يا حبيبي، هتفطر معايا؟ انا فطرت من 7 ساعات. قصدك ايه؟ قصدك اني بفطر الساعه 3؟ يعني لازم ابقى سيده اعمال واصحى 7 الصبح عشان اجيب حضرتك، مش كده؟ لا بقى مش هنتفق. انا مسافر دلوقتي ومش فاضي الكلام ده يا حبيبتي. لسه بدري على الطياره. صباح النور، اتفضل استريح. الله يخليك يا فندم. تؤمر. الحقيقه انا معايا الرسم التوضيحي للاختراع الجديد بتاعي وجاي عايز تاريخ فحص. وده ايه بقى يا سيدي؟ ده سيادتك كومبينيشن لماهي بالشفط. بالضغط على زرار بتبدا عمليه الشفط وتتحول النفايات الى مواد صلبه يمكن استخدامها فيما بعد كاسمده عضويه او استخراج الغازات الطبيعيه منها، وبكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، وفرنا ميه وزودنا طاقه. خلاص سيب لنا الرسم التوضيحي وانا هديك ايصال بالاستلام، وتفوت علينا السنه اللي جايه الساعه زي دلوقتي الساعه 12. ياه مش عارف بقى هبقى فاضي ساعتها ولا لا. طب ينفع كده 12 الا ربع او 11 ونص و5 كده؟ سيادتك بتهزر؟ والله انتوا اللي بتهزروا سيادتك. لسه هستنى السنه الجايه الساعه 12 عشان نقدم الاختراع وناخد تاريخ فحص، والميه اللي عماله تروح مننا وحرب الميه اللي داخلين عليها ملهاش ثمن عندنا. هاي زغلول، عملت ايه ببراءة الاختراع؟ هعمل ايه يعني؟ قالوا لي السنه الجايه الساعه 12 تبقى تعالى لنا. معلش يا سيدي، فيها ايه يعني؟ بكره ان شاء الله ربنا هيفرجها. انا بس بينفع عشان انا مخنوق. طب استنى بس، استنى. ايه بقى؟ فين الصبر اللي انت علمته؟ صبر ايه بس يا وفاء؟ صبر ايه؟ صبر ايه وانا شايفك بتتخطبي قدام عينيا كل شهر وخطوبتك بتتفسخ؟ هفضل ساكت عليك لحد امتى؟ لحد ما ليكي داخل عليا بعيل؟ سيبيني بقى وفاء وحياة ابوكي سيبيني بقى. استنى بس. الله الله، ابي شافنا. بتتقابلوا من ورايا في نساس الليالي؟ والله انا ربيك تشكر بس. انا اسفه يا ابي والله اصل مش عارف ابي ايه ده اللي عامله له حساب اللي شبه الشطافه ده. الظاهر كده ان الادب ما تنفعش مع الاشكال اللي زيك. صدق وتامن بالله انا جاي مبوق وطالع عيني، ولو ما احترمت نفسك هعطس في وشك اخرج. اسكت. اخرج بقول لك. عشان خاطري يا اخي. لما حضرتك ادخل جوه عشان تمسك اعصابك. تمالك نفسك يا ابي. ادب وده كان ناس بيسند عليا وانا اللي بحط طول النهار. عايز يا راجل. بس عرفتني في عيشة أهلي بس. يا ساتر. ولا تخطف عيال يالا؟ لا عيال ايه؟ ده منظر واحد يخطف عيال يا جماعة. امال ايه ده؟ ده نسيبي وبسربه محدش له دعوة بينا. ماشي يا زغلول، بتسربني يا زغلول. انا ماشي على راجل وابن اختك. اطلع باللي في جيبك يالا. يلا رز. ومين قال لك انه سعيد في حياته؟ دي فريده مراته مطلعه عينه، بتشك ان في حاجه بيننا. بصراحه عندها حق، انا لو مكانها كنت قتلتك. صباح الخير يا جماعه. انا افتكرتك هتطلع المطار على طول. ما لسه في وقت، ايه مالك؟ يلا يا جماعه احسن انا هتاخر كده. انا هجيب شنطتي المرتب دلوقتي. هنروح نعمل تأكيد دلوقتي؟ ايوه بس نخلي التوكيلات دي معاك لغايه ما ارجع، مفهوم؟ بس بقى قطعت قلبنا. مش ممكن، يعني البيت هيقع بجد يا زغلول ولا ايه الحكايه؟ والله لو ما عرفناش نلم الفلوس من بعضينا هيضطروا يهدوا على دماغنا كلنا. انت صعبان عليا قوي يا زغلول. ده انت حالتك طلعت اوحش مننا يا راجل. ما تزعلش نفسك يا اخويا. طب خد يا زغلول. لا يا راجل عيب، لا ده واجب علينا. زغلول. لا والله يا عم انا مش للدرجه دي، والنبي انا هشحت يا عم. خد يا زغلول انت اخ، خد والنبي. الله لا. ايه ده؟ مطوه؟ تديني مطوه؟ هتنفع يا زغلول. صار لك عربيه نظيفه كده تطلع تنضفها. مصلحه يعني. مصلحة ايه يا راجل؟ انا شكلي حرامي ولا؟ لا ده راجل. هاي. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. هي الدنيا حصل فيها ايه؟ لا ده حصل فيه حاجات كتير. الله، دي
حلوت قوي. مش هتسألني أنا عايزة إيه؟ وده سؤال برضو. كفايه انك جيتي. أنا جاية أخد التوكيل. هو احنا مش معادنا من حد في البنك؟ أنا مش هلف وأدور كتير. أنت هتبيعلي بالتوكيل كل حاجة، الشركة والمصنع والنصيب أدم. قلت إيه؟ الله، ده موضوع كبير قوي ومحتاج تفكير، مش كده؟ 5% كويس؟ ده انتي بخيلة قوي. 5% و10% ايه بس؟ ما تطمعش. ده انا لازم اطلع. مش هنختلف. فين ايامك يا طلعت باشا؟ يا اللي حررتنا من الاقتصاد الاجنبي. دلوقتي بنتباع حته حته. اعمل ايه يا عم طلعت؟ اسرق يا عم طلعت. طلعت مين هذا اللي بتنده عليه؟ طلعت باشا عم الناس دي كلها. وايه اللي معاك ده؟ ده كومبينيشن لمائي بالشفط يا باشا. سرقه منين؟ لا مش سرقه، اسرقه ازاي؟ ده انا مخترعه يا باشا. احنا طب هاتوه. لا هاتوه ايه؟ استنوا، لا لو سمحتوا، لا ما حدش يجرني ولا يمد ايده. انا عايز افهم ايه كل الورق ده؟ ده سيادتك الورق بتاعي من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي، يعني تنقي اللي حضرتك عايزه منه. اوبن بوفيه ورق قدام حضرتك اهو. ايوه يا ابني ده كتير قوي، ده مستقبلك كله هنا. انا عايش في بيت هيقع يا سعاده الباشا، وبقالي 5 سنين ما لبستش بيجامه، عشان كده بنام والورق معايا في جيبي. لو البيت وقع ابقى انا والورق. بني ادم ملوش لازمه من غير الورق في بلدنا يا باشا. لم ورقك وامشي. انا الحمد لله لا انا باين عليا ارهابي متطرف ولا حرامي باخد لي قرشين واخلع. الحمد لله متوسط، وابويا على الابيض زي ابويا. حاجات الدنيا ابيض وهخرج منها ابيض. والله الظاهر الفقر ما وراهوش غير عيلتنا، بيورثوا اجيال ورا اجيال، اجيال ورا اجيال، كاتمين على حلمنا. انت جاي تعمل لي الحلم العربي هنا في المكتب؟ يلا يا اخويا اجري. خلوا شنطة هدومي في العربية دلوقتي، هبقى اخدها بكرة الصبح. تصبحوا على خير. مساء الخير يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة. كنت فين؟ كنت في سنغافور. أنت هتستهبل؟ الله، في ايه يا فريد؟ في إن طيارتك توصل الساعة 9 ودلوقتي الساعة 1:30. ممكن أفهم كنت فين؟ بليز يا حبيبتي، ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده لغاية بكرة. أنا جاي خلصان يا فريد. طبعا، ما أنت عديت على الصنيرة بتاعتك قبل ما تيجي، فمش طايق لي كلمة. لا بجد بقى يا فريدة، أنت زودتيها قوي. تعالى هنا كلمني. عايزة إيه تاني؟ ده بدل ما تقولي وحشتيني. على فكرة أنا ما بقتش أعرف أتفاهم معاكي بالمرة. أنت ربنا مش هيسامحك على اللي أنت بتعمله فيا. فريدة، أنت عايزة إيه دلوقتي؟ أنا شايفة إن إحنا مش هننفع لبعض. طلقني أنا. حاضر يا فريدة، زي ما تحبي. طبعا هيحلقها، هيجاتلك على الستار. أنا نازل بالطيارة عمال أقول يا رب تكون نادية مستنياني في المطار. ما جيتيش ليه؟ على فكرة أنت وحشتيني جدا. أهلا يا أدهم، الحمد لله على السلامة. إحنا مش متفقين إن إحنا نتقابل في المطار؟ معلش سوري يا أدهم، كان عندي ارتباطات كتيرة. أيوة، دقايق وأكون جاهزة. حد يجي يشوف الأستاذ أدهم يشرب إيه؟ مش عايز أشرب زفت، وسيبي اللي في إيدك ده وكلميني كويس. إيه في إيه؟ مالك؟ ولا حاجة، ببساطة حضرتك مش واخد ميعاد، وأنا عندي مواعيد تانية. أنت أكيد اتجننتي. أنت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ أنا بتكلم جد. ممكن حضرتك تتفضل بره؟ حلوة دي. لا أنت أكيد اتجننتي. أنت بتطرديني من مكتبي؟ بقول لك إيه، أنا مش ناقص أعرف على الصبح هلاقيها منك ولا من فريدة. أنت لازم تبقى أهدى من كده يا أدهم، وتتقبل الموضوع ببساطة. هي الدنيا كده، يوم فوق ويوم تحت. عموما هارد لك. هارد لك؟
هارد لك ايه وهباب ايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. ياه، كل ده لسه ما فهمتش. انا خدت الشركه والمصنع والقرض وكل حاجه. الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده، انا هكلم احمد. انا نسيت اقول لك، انا واحمد اتجوزنا من 3 ايام. تحب تكلمه؟ انت فاكر الحياه سهله كده؟ ها؟ لا ابدا. انا هسجنك اليوم، فاهماني؟ هدمركم. فاهم يعني ايه هدمركم؟ يا نهار اسود على الدنيا. هي الفلوس تعمل كده؟ تعمي قلوب الناس وتحولهم مجرمين. ممكن حد يتغير بالسرعه دي عشان الفلوس. لو الدنيا كده انا مش عايزها خلاص. انا اموت نفسي احسن. اصحى وركز معايا يا معلم. طلع الفلوس اللي في جيبك، طلع الفلوس اللي في جيبك. انا مجنون ممكن اذبحك. طلع الفلوس، طلع. استنى وحياة ابوك يا كابتن، المطوه وقعت وحياة ابوك مش هتعمل حاجه. استنى وحياة ابوك وحياة ابوك. استنى كف وحياة ابوك. اقف اقف اقف. هات تاني فلوس. انا زهقت من الفلوس. وادي الفلوس اهي. طب انت زهقت من الفلوس، انا لسه ما زهقتش. طب اخد الموبايل ده انا. لا ادي الموبايل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مجنون ولا ايه؟ هو كل حاجه خدها ترميها؟ طب استنى. لا وحياة ابوك افتح لي المنصوب. وحياة ابوك افتح لي المنصوب. انت موديني على فين يا كابتن؟ والنبي يا كابتن نزلني وحياة ابوك. اخر مره هعملها والله العظيم. والله ما هعمل، انا اول واخر مره اسرق. والنبي انا رايح اجيب زيت لامي وزمان البطاطس على النار هتتحرق. وحياة ابوك انت خد المطوه دي هديه مني. وحياة ابوك والنبي سيبني انزل، والنبي سيبني انزل. ايه ده احنا داخلين على مزلقان؟ طب هدي شويه، هدي شويه، داخلين على المزلقان. حاسب حاسب. انت وقفت ليه هنا يا كابتن؟ النبي بيقل له ابا كده والله مش عايز اموت. وحياة ابوك والله العظيم هسرق تاني. وحياة ابوك افتح لي الشباك ده. الشباك بيقول على ابوك اللي جاي. طب افتح لي البيت. انا اتشليت ولا ايه؟ رجلي منمله وورايا منمل، كل منمل ياما. هو عمل فيا ابن المجنون. هو عمل فيا ابني. والنبي ما تموتني يا بيه وحياة ابوك. هتضيع نفسك عشان واحد زيي؟ انا ما استاهلش يا بيه وحياة ابوك بتموتني. ابوس ايديك والنبي. انت بتهددني بالريموت يا اخويا؟ انت جايبني ليه هنا الحته المقطوعه ديت؟ انا عايز اروح. يلا قوم روحني. انت جايبني ليه هنا؟ انا مش فاهمك والله. ايه الحته دي؟ دي ما يجوهاش غير تجار المخدرات. ايوه انت اكيد تاجر مخدرات. انت شبه ستيفان روست صح؟ والله العظيم انت اكيد تاجر مخدرات وجايبني عشان اشيل معاك شحنه مخدرات. لا لا يا استاذ، لا. مش انا اللي ادمر شباب بلدي. مش هشيل معاك مخدرات ان شاء الله اموت هنا. ولا هاخد منك نسبه. عارف لو عرضت عليا 50% مش عارف اخد منك. طب قوم روحني. بس بقى خلينا نموت في هدوء. لا يا عم انت عامل حسابي معاك في المشوار ده ولا ايه؟ ابوس ايديك يا باشا، انا مش هفف عليا الموت النهارده. هات مفتاح العربيه، انا اتكل على الله وابقى ارجع لك كمان اسبوعين كده اشقر على حضرتك، يمكن تكون محتاج حاجه. انا خلاص عرفت المكان. احنا تقريبا هنا على حدود تركيا باين او حاجه. هات المفتاح يا بيه، هات المفتاح ابوس ايديك. عايز مفاتيح؟ وادي مفاتيح. الله 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 الله. انت بترمي المفتاح كده في الطل ولا ايه؟ وبعدين في الهبل الاسود اللي احنا فيه ده. يا رب الاقي المفتاح عشان اخلص من ابن المجنونه ده. يا رب. ايه ده؟ ده بقينا معقد عاطفيا. فريده ده مطلق ولا ايه؟ المفتاح فين؟ انا لقيت مفاتيح. انت بتبص لي كده ليه؟ ده انت باين لك راجل مبروك وربنا استجاب لدعائك وبعت لك حته تعبان فل على كتفك.
يعني ايه تعبان فل على كتفك؟ يعني في تعبان فل على كتفك. ايه المصطلحات البلدي بتاعتك دي؟ يعني ايه تعبان فل على كتفك؟ بلدي، في تعبان بلدي على كتفك. اوعى تتحرك. انت عارف لو اتحركت التعبان ممكن يلسعك. خليك ثابت زي ما انت، كانك شجره. انت الشجره. انت ايه؟ شجره. وانا اسكت 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 اسكت. شفتك مذلول يا باشا، اللي كنت عايز تموت من شويه. هروح مشوار لغايه مصر وارجع لك يكون التعبان خلص عليك. ابوس ايدك، ابوس ايديك الاتنين. شيله هموت. تبوس ايدي؟ يا انت هتعيش الدور. شيله. طب غمض عينيك غمض عينيك. انت بتتعصب والتعبان عليك. بس والله لايق على شكلك. شلته. عندك 3 مفاتيح، طلع مفتاحك منهم. طلع. لو عايز يومك يعدي اعمل عبيط ومش شايفنا. بص لي وانا بكلمك. عاوز يا عم. ايه تغبي مسيطرة. يلا الله يعدمك يا بعيد. يلا يا اختي، واعدميني بعدين. اوعى تسيب بقى. بتهربي منها يا بت. ايوه عايزه اخد من وسطك في اي داهيه. انت عارفه دي المره الكام يا بت؟ ها؟ دي المره الثانيه. يعني المره الثالثه هيكون فيها قطع رقاب. كان يوم اسود وما صدقتك وهربت بحقيقتك. اوعى. انت بتسرقيني يا بت. ده تعب وشقاي. طب قومي يا اختي على الكافيتيريا. ايه اللي حصل تاني؟ حاجه. طب عندك استبن؟ العربيه ما فيهاش استبن. يعني عربيه فخمه زي دي ما فيهاش استبن؟ انت هتحقق معايا. انزل. حاضر حاضر حاضر، ما انا عارف ان هم استبن. يلا يلا فكها بسرعه. ما كنت من شويه هتبوس ايدي والتعبان على كتافك، دلوقتي خلاص النمرضه اشتغلت. يا على البني ادم. يا على امي دي عجله. هتكلف 10 جنيه. طب يلا يلا بسرعه. انت هتعلمني شغلي؟ مفيش ولا عربيه عايزه تقف. انا مش فاهم ايه الحته المقطوعه اللي انت جايبنا فيها دي. محسوبك زغلول الابيض، مؤهل متوسط، مخترع، من اسره متوسطه وبسكن في حي متوسط. عشان كده اصحابي في المدرسه كانوا بيسموني زغلول الابيض المتوسط. وانت اسم حضرتك ايه؟ ما قلتليش كنت عايز تموت نفسك ليه يا دكتور محمد؟ اسمه مش محمد. شوف يا باشمهندس ابراهيم، مفيش مشكله في الدنيا ما وراها الستات. انا خبير وعارف الحاجات دي كويس. اكيد مشكلتك وراها ست، صح يا استاذ شوكت؟ انا حاسس ان في خيانه من واحده ست، واكيد مراتك اللي اسمها فريده، صح؟ ايه ده في ايه يا استاذ فهمي؟ مراتي دي ما تجيبش سيرتها على لسانك يا حيوان. ايه ده انت محموق قوي على واحده خاينه، دي خاينه يا جدع. قلت على مراتي كده. اوعى تضرب، وعلى ضرورة ضربت حضرب والمصحف ضربت حضرب. الحركات دي نهرشها كويس. الحساب يا بنت هو. ايه يا ده هو بيعملنا على ان التباع بتاعك ولا ايه؟ بس ايه الزيطه والزنبريطه اللي بتعملها دي؟ هيكون حسابك كام يعني؟ ادفع له. مين ده اللي يدفع له؟ انت. وانا معايا فلوس منين عشان ادفع له؟ وانا ادفع له منين يا غبي؟ انا مش لسه رامي فلوس قدامك دلوقتي؟ ما انا عارف انها ايام سودة. انا اللي هدفع يعني. معيش غير 20 جنيه. حسابك كام يا اسطى؟ ما قلنا 10 جنيه وجنيه عشان الصبي. هو فين الصبي؟ انا كمان يا خالتي قلقانه، ده عمره ما عملها. عمره يا حبيبتي، انا خايفه الواد يروح مني. الف بعد الشهر عليه. عيني عليك يا زغلول، الدنيا ملطشه معاك وحظك قليل. تلاقيه زغلول. اهلا يا ابي. انا جعان، انا جعان، انت باين تعبان. حاضر يا ابي.
بقيت الزيتونه اللي حضرتك فطرت بيها لسه موجود، ولو حضرتك تحب حاجه دسمه في نص بقسماطه. عن اذنك يا خالتي، هغدي ابي وارجع لك. روحي يا حبيبي. الدبله بتاعتك هي رميتها مع المفاتيح الظاهر يا اسماعيل باشا. ادهم يا اخي بقى ادهم. انا اسف والله، انا اول ما شفت حضرتك قلت ان اسمك ادهم والله. هو في مشاكل بينك وبين مدام فريده مراتك؟ قريت اسمها على الدبله. فريده مراتي حبيبتي مفيش حد في الدنيا زيها. هي صحيح غيوره شويه وبتشك فيا، لكن انا برضه اللي غلطان. بس ما تاخذنيش يا ادهم باشا يعني في السؤال، شكل حضرتك كده من الناس اللي صعب يضحك عليهم. ازاي يعني انت واحده ست زي دي هي ومحامي شغال عندك يضحكوا عليك كده؟ بقول لك كانت شريكتي يا اخي، شريكتي. لا لا لا، مفيش راجل يثق في واحده ست كده الا اذا كان بيحبها. لا يمكن تكون شريكتك، بس في حاجه بينك وبينها. لا صريح لي سرك كبير والله ما هقول لحد. قول لي والنبي. غلطان انا اللي حمار. لا لا لا، صلي على رسول الله، وحد الله، ما تعملش في نفسك كده. تخيل انا كنت هطلق مراتي واتجوز الست دي. لعبت بيك يا معلم لغايه ما خدت قلبك والفلوس والليله كلها وطارت. بس ازاي؟ ده انا كنت بثق فيها جدا، دي بنت ناس. بنت ناس؟ هم ولاد الناس كده في نظركم؟ انا من رايي يا ادهم ايه؟ في ايه؟ انت هتصاحبني؟ ايه يا اخي بكلم نفسي، انت مالك؟ انت مالك؟ خليك في حالك. راكبين قطر، راكبين عربيه مع بعض. ممكن حضرتك تركن شويه بس عشان معذور وعايز افك عن نفسي. حاطط ايدك في وسطك، هي الحاجات دي فيها عوجان كمان. يا ترى يا حبيبي يا ترى. خساره اللي انت فيها دي، خلي عندك دم وابعد شويه يا اخي. ابعد انت. الله حاجه غريبه. اتفضلي. خير يا دكتور، طمني. جات لها الدخه دي قبل كده؟ من حوالي اسبوع. قولي بقى يا دكتور في ايه؟ ألف مبروك يا مدام فريدة، أنت حامل في شهرين. حامل؟ هو ده وقته بس يا ماما؟ ومش وقته ليه يا حبيبتي؟ ألف مبروك عليكي. سلمي لي قوي على أدهم بيه، مش عايزين أي عصبية. قلب جوه مر. فول يا باشا. كويس، حاطط بنزين اهي. تفتكر بيقبلوا كريدت كاردز؟ يا عم دي بنزينه في صحراء، هتلاقي فيها فيزا وكلام من ده. يا ما انت كريم يا رب. ايه؟ يا ما انت كريم يا رب. ايه؟ مش شايف حاجه. في ايه؟ ده استنى بس اتاكد. هو والله هو عم دهب. ويطلع مين عم دهب ده؟ ده زي ما تقول ساكن في حتتنا ومربيني، وراجل جدع قوي قوي قوي. هتشوف بقى اولاد الحته الواحده لما يتقابلوا مع بعض في الغربه هيعملوا ايه مع بعض في الغربه. شوف بقى، ده في واجب جامد هيحصل، في واجب جامد جامد جامد. شوف الواد ده عايز ايه، ولو فتحت بقك هفتح لك كرشك. عم دهب حبيب قلبي، عم دهب ازاي؟ ازيك يا عم دهب؟ ازيك يا اخويا؟ وحشني والله. ايه اخبارك ايه؟ انت ايه مش عارفني ولا ايه؟ انا زغلول الابيض. زغلول الابيض عبقرينو. الله، مالك يا عم دهب؟ اصل احنا كنا عايزين نمون يعني، وزي ما تقول يعني الفلوس وقعت مننا في الصحراء هنا معايا. في ايه يا عم دهب؟ انت ايه بالع كله ولا ايه؟ انت ملبك في بعضك ليه كده؟ طب بص يا عم دهب، ماليش دعوه بقى، انا همون تقول لي بقى مش عارف ايه انا همون. خليك اعمل كده. كده انت اساسا نفدت في عمرك. واضح ان الاستاذ دهب عمل معاك واجب جامد 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 جامد. انا ما اعرفش الناس بتتغير في الغربه بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه، انزل انت مون وانا هتصرف. هتعمل ايه؟ هتصرف. لما زميلي يخش اديله كل الفلوس، ماشي؟
خدها زميلكم التالت. تالت؟ مونت بنزين؟ ايوه مونت. اطلع بسرعه. ايه الفلوس اللي في ايدك دي كلها؟ انت سرقت المحطه؟ يبقى انت حرامي بجد. يا عم مش وقت تحقيق، اطلع هيموتونا. انا لا يمكن اتحرك من مكاني غير لما ارجع الفلوس لاصحابي. لو عايز ترجعها انزل انت رجعها. طبعا هرجعها. عنها ما رجعت خد. اطلع. ايه اللي انت هببته ده؟ انا مش فاهم حاجه. دخلت محطه البنزين لقيت الراجل بيديني الفلوس والسندوتشات دي. انا قلت اهو رزق، استنى بقى افتح لك تاكل لقمه. يا نهار اسود، ايه ده؟ ده بومب وصواريخ. بومب وصواريخ؟ بومب وصواريخ من محطه البنزين؟ ده الظاهر كانوا عايزين يولعوا البنزين ولا ايه؟ عاجبك كده وبيضربوا عليها رصاص، هنتصرف ازاي دلوقتي يا فالح؟ ولا يهمك، هقلبها عليهم دمار دلوقتي، هخليها جهنم الحمراء. يلا نقلبها بقى صواريخ. يا مجانين، احنا مجانين راسنا يالا. احنا مجانين، وهوريكم كمان اللي على اصول. قطعناهم يا استاذ. هو الناس دي بتعاملنا كده ليه يا سيطر؟ الناس دي هتتقطع على ايدي يا مر. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا كبير. انزل انزل افتح لنا الباب واعدل لنا العربية. حاضر، أوامرك يا كبير. حاضر حاضر. بالإذن يا كبير، معلش هضايقك. في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا عملت ايه علشان استاهل ده كله؟ مراتي واتطلقنا، شركتي وضاعت مني، شركتي والمحامي بتاعي وسرقوني، ودلوقتي بقيت حرامي وراكب معايا في العربية حرامي. ما تغلطش. اخرس. ايه بقى؟ لحد كده وكفايه قوي. انا استحملت قرفك وعنطستك بما فيه الكفايه. ايه يا اخي؟ فوق، احنا في صحراء. عاملني كويس بقى. عايزني اعمل واحد حرامي زيك كويس؟ انت خلاص عينتني حرامي. دي اول مره في حياتي اسرق فيها. وكنت بسرق ليه؟ مش عشاني وعشانك، ولا كنت عايزنا نموت في الصحراء انا وانت؟ ولما طلعت عليا النهارده الصبح من المطلع برضه ما كنتش حرامي؟ كنت محتاج اي فلوس، كان البيت ما يتهدش على نافوخني. مفيش مبرر في الدنيا يخليك تهدد حياتي وتسرقني. دي بلطجة. دي بلطجة. بلطجة. انت ما عندكش مشاكل. كل اللي انا فيه ده وبتقولي ما عنديش مشاكل؟ مشاكلك انت اللي عملتها لنفسك وبايديك، لكن مشاكل انا اتولدت لقيت نفسي مزروع لي شوشتي جواه. كل واحد فينا بيحسبها من وجهة نظره وظروفه. يا ابني انا متحاوط بالمسائل. انا اتحدى اي بني ادم في الدنيا دي النهارده عنده ربع المشاكل اللي عندي. انا طبعا، انا وانت على فكره مشكلتنا واحده، الفلوس. بس انا قلتها وانت كترتها. فين هي كترتها دي؟ ما تبطلوا حسد بقى. عم انا ما بحسدكش، انا عايز اقول لك انك عايش في نعمه ما انتش حاسس بيها. انت ما شاء الله معاك عربيه لو بعتها هتحل مشاكل جيل. انا عارف ان النقاش مع امثالكم لازم تقلب لصراع طبقي. انتوا اللي خليتوها خل. انتوا اللي عمالين بتطلعوا فوق واحنا بننزل تحت. لما قربنا نختفي الطبقه المتوسطه هتختفي، ولو اختفت هتبقى هي دي النهايه. انا مش عايزك تفهمني غلط يا بيه. انا عمري في حياتي ما بصيت لعيشه حد. مره زمان رجعت من المدرسه لقيت امي طبخه عدس. دبدبت برجلي في الارض وقعدت اعيط وقلت مش واكل، ما بحبش العدس. راحت امي فاتحه الدولاب ومطلعه الخرزانه بتاعت ابويا الله يرحمه، واللي لما كنت اغلط يلسوعني بيها لسعه، وضربتني حته علقه وقالت لي ياك اسمعك تقول على نعمه من نعم ربنا ما بتحبهاش، ده البطران سكته قطران. قلت لها يعني ايه يا امه؟ قالت لي يعني اللي بيتبطر على النعمه بتزول من وشه. من يوميها والله لو كلت لقمه بمش ببوس ايدي وشي وظهري واقول اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. انا راضي بعشت قوي يا بيه، بس الظاهر عشت هي اللي مش راضيه بيا.
طب بس بقى يا زغلول، ما تعملش نفسك كده يا اخي. بص حواليك، احنا في صحراء، وانا قدامك اهو، لا مال ولا جاه، يعني بقينا زي بعض، بقينا متعادلين. لا حاسب يا بيه، متعادلين ازاي؟ انا اغنى منك طبعا، انا معايا فلوس، انت فقير دلوقتي. طب اسمع، بما انت بقى معاك فلوس، انا ميت بالجوع، ايه رايك تعزمني على اكله يا زغلول؟ استاذ زغلول لو سمحت، انا معايا فلوس، انا مسيطر اقتصاديا مسيطر سياسيا، نحترم بعض شويه. خد بالك. شكرين يا كرمان. العفو يا اخويا. البنت دي يعني امان بجد؟ البيه امر بحاجه؟ اي سندوتشات وواحد قهوه ليا. بالمناسبه ممكن تضحكي شويه وانت بتقدمي طلبات؟ لا مؤاخذه يا بيه، تؤمر بحاجه تانية؟ ايه يا حاجه، هو انا مش معاكم ولا ايه؟ لابس طاقية اللخفه مش باين يعني؟ ما تقول لي ياما احسن. اسمي كراميلا، طلباتك ايه يا اسطى؟ يا اسطى الله، روح هاتي لي كوبايه شاي وسندوتش، وما تنتظريش مني بقشيش يا ابله باستيليا. وفر بقشيشك لنفسك، البركه في الباشا. ايوه واضح قوي ان البنت دي عينها منك فعلا. يا عم سيبها. يا بتضحك على ايه؟ ما تضحكني معاك. بضحك على الدنيا وافعالها. قال انا الصبح هجمت عليك عشان اسرقك، ودلوقتي انا اللي بصرف عليك. طب والناس دي مش عاجبك؟ اللهم اجعله خير. ياه تعرف يا زغلول، انت راجل طيب قوي بس فقري. طب طيب دي وعارفينها. ليه فقري؟ يا راجل، حد برضه يهجم على العربيه عشان يسرق صاحبها؟ طب افرض ان صاحبها ده كان معاه طبنجه ولا ضابط بوليس مثلا، كنت عملت ايه؟ يا بيه اللي بيفكر يعمل حاجه غلط ما بيحسبهاش قوي كده. يعني كنت متوقع تلاقي معايا كام مثلا؟ 1000 جنيه؟ برضه فقري. المثل بيقول ان سرقت اسرق جمل. يا بيه انا لا عايز لا اسرق لا جمل ولا عايز اسرق معزه، انا كل اللي عايزه 375 جنيه فلوس الاستشكال علشان بس البيت ما يتهدش علينا. قال يا زغلول، مشاكلك دي كلها تتحل بكام يعني؟ عارف يا بيه انا لو معايا 20000 جنيه، لا استنى، لو معايا 30000، لا 35000، 47000 ونص. يا سلام لو معايا 47000 ونص، مشاكل الدنيا كلها تتحل عندي. امال لو جالك نص مليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ نص مليون جنيه؟ يما ده انا كنت سويت بيهم الهوايل. انا كنت عملت اللي محدش عمله. اول حاجه ادفع فلوس الاستشكال واصلح البيت، وبعدين اوضب اوضه كده في شقه امي واتجوز انا والبت اوفه، واعمل فرح للبت اوفه ما حصلش اعزم فيه اهل الحته كلهم. البت اوفه دي صبرت معايا كتير قوي اصلا والله. اعمل فرح كبير بقى واجيب فيه عوالم، واعمل اوبن بوفيه للحاره كلها، سندوتشات كده، جبنه رومي كده وجبنه بيضه وحلاوه ولانشون وروز بيف، كل واحد معاه ازازه سيفن كده يشربها لوحده كده، يبقى مبسوط كده. تمام كله كده. طب واللي يجيب لك نص مليون جنيه لغايه عندك؟ في ايه يا بيه؟ ابوس ايديك ما تنشفش ريقي اكتر من كده. دي السندوتشات دي متاكله قبل كده ولا ايه؟ وبعدين بقى احنا مش اتفقنا انك تضحكي في وش الزباين وانت بتقدمي طلبات؟ معلش بس انا مخنوقه قرفانه ومش طايقه نفسي. لا ايه ده قرفانه ليه كده؟ مالك متضايقه ليه؟ الله يسترك يا بيه، تشوف لي الشغلانه تخلصني من المكان ده، انا مش عايزه اقعد هنا تاني خالص. والمكان ده ماله بقى؟ المدعو خطيب إلهي ينشك في الرقبة، ده بلطجي قوي ومنشف دمي ونفسي اخلص منه من عيشته. ده شراني قوي يا سعاده البيه، وانا طيبه وغلبانه مكسوره الجناح. خلاص يا بنت سيب الموضوع ده عليا، روحي بس هاتي لي كوبايه ميه. حاضر يا اسطى.
ايه حكايه النص مليون جنيه دي؟ شوف يا زغلول، في موضوع هقول لك عليه، ولو اتفقنا على الموضوع ده هديك نص مليون جنيه. يا عم بص ايديك، خش في الموضوع على طول بقى، ما تنشفش ريقي اكتر من كده. انا اقول لك، انا هنروح الشركه بتاعتي، هنسرقها، هنخش وهنفتح الخزنه عشان اخد كل الاوراق والفلوس بتاعتي. الاوراق والفلوس بتاعتي لو رجعت لي هديك نص مليون جنيه. انت ايه مفكرني حرام يا بيه ولا ايه؟ سرقه تاني؟ يا سيدي دي مش سرقه، انا اللي سرقت وعايز ارجع حقي. وانت دماغك كويسه وعايزك تساعدني يا زغلول. العربية هتدوس. هي دي العربية بتاعت العيال اللي رموا علينا القنابل؟ ما خدتش بالي الصراحة أنا. هي كده وقعوا. العيال دي نهايتها على ايدي النهارده. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا كبير. ازيك يا كراميلا؟ ازيك يا مار؟ ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا فندم؟ عم محمود بعافيه وفي زباين كتير، اعمل ايه يعني؟ يا خلاص كلامي ما عادش بيتسمع. الله، يعني اعمل لك اسيب المسرح لوحده؟ يعني تسمعي كلامي، انا قلت مفيش سهر بعد الساعة 3:30. عربية مين اللي راكنة صفرة بره دي؟ بتاعتنا طبعا. ايه يا جماعه القلق اللي انتوا عاملينه على المسا ده؟ انا ما عملتش حاجه، انت دايما اهو بتسوي عليا. سيطرة اهو. عايز افهم حاجه، يعني مش غلط لما تتشطر على حرمه كده، مش يبقى في دم شويه؟ مين ده اللي بتسمحي له يعمل لك كده؟ خطيب. شراني؟ وانت ليه ما تسمعيش كلام خطيبك؟ مش تبطلي شويه الدماغ اللي انت فيها دي؟ خلاص هي من هنا ورايح هتعقل يا شراني. ده ايه؟ قطع. انا قرف. قطع بلا قرف، دي بتقول لك قطع بلا قرف. فلوس فين يا؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه يا؟ ايه ده؟ ايه؟ كده غلط عالصلاة. الفلوس. ايوه مش بنسأل البيه الشنطة فين يا بيه؟ اللي فيها الفلوس. يعني ايه فلوس؟ الفلوس اللي الشنطة اللي فيها الساعة الذهب والألماس. جوه. ليه قلت قدامه؟ ما هو كده هيخش ياخدهم. خش. اوعى 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 اجري. قطعناهم يا معلم، ده احنا بقينا اجرام على حق. يلا نعتبرها بروفة سرقة الشركة. ايه يا عم؟ ما بالراحه شويه. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ ايه يا بنت؟ انت هتقعدي تنطي لنا كل شويه ولا ايه؟ حظي الاسود، اهرب من عصابه، اقع في عصابه اسخن منها. عصابه؟ احنا عصابه؟ من فضلك من فضلك انزلي من العربيه دلوقتي حالا. استنى يا معلم استنى. ايه في ايه؟ سمعت كل حاجه، الشركه والسرقه. استنى نشوف هنتصرف ازاي. في ايه؟ عموما ما فيش مشكله، انا ماشيه. بس بقول لك ايه، انا سمعت كل حاجه عن السرقه وهروح ابلغ، ونمره العربيه اتحفرت هنا اهو، طريقكم اخضر. هي شنطتي فين؟ استنى يا بنت. نعم. انت بتهددينا ولا ايه؟ ما بنتهددش احنا. انت مش كنت عايزه تشتغلي معانا؟ ايوه. انا هشوف لك شغلانه، بس انا غير البشر الزباله اللي كنت تعرفيهم دول خالص. انا الخيانه عندي بقطع رقبه، الكلام اللي اقوله يتنفذ، فاهمه ولا لا؟ عيب يا اسطى. مفيش يا اسطى. اسطى ايه وحاجات؟ انا من هنا ورايح باش مهندس. قولي لي يا باش مهندس. حاضر يا باشمهندس. كلامي يتسمع. هاتي قطه. مش وقت. مش هتسمع الكلام برضه. بقول لك ايه؟ نعم. الخطه اللي انا حاططها محتاج معايا واحد تالت، والبت دي بان عليها واخده على الحركه والجري وشكلها مرزق كده، انا هستغلها معايا في الخطه. خطه ايه وزفت ايه؟ باين انك هتودينا في داهيه. هي كلمه ورد غطاها يا استاذ. واثق فيا ولا لا؟ لا طبعا. يبقى خلاص سير على بركه الله. ما دام مش واثق فيا ربنا هيكرمك. كابي. ازاي بربر البيت؟ دي صياعه. والله ابدا يا ابيه، زغلول اخلاقه زي الفل، ملوش في الحركات اللي بيعملها الشباب الطايشين اللي زي حضرتك. حكايه تراجيدي قوي يا مدموزيل. كراميلا. كراميلا. ولا نفعت في دراسه ولا نفعت في حاجه، وبعد ما طفشت عرفت ان امي ماتت بحسرتي، ما بقليش حد غير العربي. هو انت على طول سيرك كده كلها تراجيديات؟ ربنا يكفينا شر التراجيديا، كفايه خلصنا من اللي اسمه عرابي والاخ المر ده، ما تجيبش سيرتهم تاني بقى. مش العرابي، اسمه العربي سيطره، والتاني الفشه اللي معاه ده اسمه المر بزياده. وخلي بالكم بقى، لو حطوكوا في دماغهم مش هيسيبوكوا، انتوا مجرمين قوي. لا تكوني مفكراني من شبان مامي وبابي واخواتي بيفطروا مربى يوماتي ولا حاجه. لا يا بنت، ساعه الاجرام بنبقى مجرمين برضه وبنخلص وبنصد.
ما هو لسه ظرفينهم علقه دلوقتي. اقف يالا! اقف يالا! ولا اسرع عليهم يا سيطرة! اقف يالا! اسرع عليهم يا سيطرة! اسرع! اسرع! اقف يالا! اسرع انا يا سيطرة! اقف! انزل! طيب مش ليه يا كراميلا؟ ليه؟ يقول عليك العرب يا بت. ده انا بحبك يا بت. اي ما انت ايدك سابقه لسانك يا عربي. زميلك اللي معاك فين؟ انا ما عنديش زملاء هنا. يا رب ما يا يشوفوني. عم زميلك اللي معاك فين ما تجننيش يا عم. يا رب ما يشوفوني. قلت لك ما عنديش زملاء هنا. انت ايه؟ اطرش؟ انا مين؟ اطرش. يا عم زميلك يا عم الوصار ابو نضاره. زميلك اللي ضربني بالغرزه. هو مين يا عم؟ يا عم بقى حرام عليك، انت بتعاملنا كده ليه يا اخي؟ ده يا عم بقى لنا ساعتين بنجري وراك. وجع لي وداني. يا رب ما يشوفونيش. يعني خلاص تبت يا بت. خلاص يا عربي، توبه من دي النوبه. طب والواد اللي كان معاك في العربيه؟ تلاقيه لسه في العربيه. والنعمه ما اعرفهم قبل كده. انزل! من غير انفعال نزلت اهو نزلت. انزل! اهو نزلت، ما انا نزلت اهو. ارجع! انا حاضر. ارجع! هرجع ايه في انزل! انا نزلت انزل ايه؟ انزل! اعمل ايه؟ انزل! اسكت! حاضر. انزل! امبوسيبل. كلمني رد عليا! انزل! الجينز يتوسخ يا حيطه. ايه؟ الجينز يتوسخ. ما بتكلمنيش ليه؟ بيقول لك الجنس يتوسخ. انزل تاني! انزل انا بطبل انزل! طيب انزل! خلاص. انت ما تسمعش كلامي ليه؟ والبيت طويل هو رئيس العصابه، والتاني ابو نضارات اللي معاه ده صبيه. وهيسرقوا سرقه كبيره قوي يا عربي. الفات يا عربي الفات. السيطرة! اعمل فيهم ايه سيطرة؟ اعمل فيهم اللي انت عاوزه، انا مش فاضيلك. لا والنبي يا عم سيطرة الله يخليك، قول له يعمل ايه بالتحديد. ده عبيط ومتهور وممكن يعمل اي حاجه. لا ما تسيبوش كده ياخد القرار لوحده. ده بيترعش. ده هيتف علينا. الحق بقى. ولا ما تستهبلش بينا يالا، ما تستهتر. انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ المر بزياده والعربي سيطرة، ملوك الصحراوي اللي خلينا الصحراء في عز الليل ضوء. طب انت بتعمل ايه؟ يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ حرام عليك يا عم، انا عملت كل اللي ربنا قدرني عليه. الولد ما يقدرش مشي. بعدين تعالى ورايا. فين بس؟ حراميلا ازيك يا حراميلا؟ سبتهم وجيت. طب اعمل ايه طيب؟ سبتهم وجيت. اعمل ايه طيب؟ يا عم ماما وجيت. ايه ده؟ انا مجنون. بعد عم. اوعى حد يتحرك. انت هتتحرك هفرج المسدس ده في نافوخه. احنا ملوك الصحراوي الجداد، زغلول سيطرة وادهم المر. هربطك جامد. مفيش مشاكل يا حراميلا. الكلام. خد راحتك. احنا ملوك الصحراوي بس انتوا هتفكونا امتى بقى يا سيطرة حراميلا؟ وادهم المر. احنا اللي خلينا الصحراء في عز الظهر ليل. عز الليل ظهر. احنا الجداد يالا. ماشي احنا ماشي. الكلام الجديد يالا. ماشي يا سيطرة. انت تضربني انا بالرصاص؟ انت حمار يالا. تلتين يا زغلول. لا زغلول سيطرة وادهم المر. ادهم المر هيموت جتكليلة. بس بقى ما تهزقنيش قدام العصابة. على فكرة بقى انت ذنبنا. اسكت يا دخلي. دورة معايا يا بت. مين اللي هيسوق العربيه؟ انا طبعا. هو مين اللي جاي؟ خسارة بمطارة. بقول لك يا بت انا اعصابي بايظة. تعالي سوق انتي. اطلعي بسرعة. يا لهوي، ده انا بقالي كتير قوي ما سوقتش. ودي ايه دي يا اخويا، الدبابه دي ولا ايه؟ احنا بتوع الدبابات، وساعة الاجرام بنبقى مجرمين قوي. انا جسمي كله منمل، انا خايف اموت. بعد الشر عليك يا بيه، ان شاء الله عدوينا. يا ادهم باشا انا لما نوصل البيت هدوهولك بنفسي. ده مش محتاج حاجه خالص، ده خربوش. عايز ايه يا 3 سنتيمتر مكعب من الميكروكروب حتى وانت مجروح. النمرود نمرود. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا كبير. والله يا ماما بحبك. وهو يلاقي ضفرك
بس انت برضو غلطانه. الرجاله ما بتحبش النكد، كل الرجاله كده. يعني ايه؟ ما غيرش عليه؟ انا مش عارفه هو فين لغايه دلوقتي، حاسه اني هتجنن. بقول لك ايه، حطاني على اليمين خالص علشان العربيه ما تسدش الحاره. ايوه اركني هنا. سيب الشباك حتى مفتوح، دي منطقتنا عادي، نقوم الصبح اللي هي اتسرقت عادي. الحمد لله على السلامه يا ليه. حد ينضف لي الجرح بسرعه احسن يتلوث واتسبب. طيب يا عم مش بجيب لك شنطتك بتاعت الهدوم دي للخمانه؟ على مهلك بس. يا لهوي، هو ده البيت اللي بتقولوا عليه هيقع؟ بقول لك لا 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 يا اخويا، لا انا لسه في عز الشباب، انا مش طالعه معاكم. خلاص عنك ما طلعتي، عايزه تروحي روحي دلوقتي، يلا احنا. لا مش هروح وعلى قلبكم. خلاص يبقى تطلعي بادبك وما تفضحيناش في الشارع وقدام امي والبت اوفه. انت مرات ادهم بايه، فاهمه ولا لا؟ فاهمة. يلا بقى. اتفضل يا بيه، بس بالراحه بالراحه بالراحه. هو ايه ده يا اخويا؟ البيت ده بيرقص ولا ايه؟ انت جيت تزغلوني؟ انت لا لا لا، دي وفاء خطيبتي. مساء الخير يا وفاء. مساء النور يا حبيبي. انت على فكره قلقتني قوي عليك. يعني هي شغل بقى. دول في يا بنت، في يا بنت هتحققي معايا على الطلاق منك بالثلاثه لو ما دخلت دلوقتي وانت حره. استنى مش لما تبقى تدخل اول لما تبقى تدخل، ده انت بقيت قليله الادب ومش طايق اللي يربيك. خش جوه بنت بدل ما مد ايدي عليك. خش جوه عندك. وايه ده كمان؟ ما تخافش يا ادهم بيه، الموبايل بتاعي. ايه يا عم صابر؟ انا ما اسمحلكش تمد ايدك على اختي، هي مالهاش رجاله. طب اهدى بس. يا عم في ايه؟ ما تعصبنيش. الله، هو بيعمل كده ليه؟ لا ما تخافيش، ظبطه على الفايبريشن. بقول لك يا عم صابر، خد اختك واتكل على الله، علشان الناس ديت ناس كبيره وجايين نعملوا معانا شغل مصلحه للبيت واختراعاتي وحاجات كده، فمش عايز اختك تبوظ الشغلانه. خدها وخش جوه. خش جوه بقى. تحت امرك يا ابي. عشان ما تزعلش مني لما اسربك تاني بقى. احنا متاسفين يا زغلول. لا انا واخد على كده يا سعاده الباشا. ارمي اللبانه دي من بقك وامسك الشنطه دي بقى، اشتغلي بقى، مش هينفع كده. افتحي ياما. كنت فين يا زغلول؟ شغلتنا عليك يا حبيبي. لا مفيش حاجه يا ماما. ادهم باشا من رجال اعمال مصر ومن راجل من اغنياء مصر، وكراميلا هاني مرات ادهم باشا جايين بس يريحوا عندنا النهارده. اتفضل يا ادهم باشا. اهلا يا خالتي، انت وحشه. مش هانم تعمل كده ابدا. اتفضلي يا ماما. اتفضلوا، اهلا وسهلا. اتفضل يا بيه، اتفضلي يا بنتي. يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. أرجو يا هانم إن إحنا ما نكونش متسببين لك في أي نوع من أنواع الإزعاج. لا يا حبيبي، مفيش ازعاج ولا حاجه، اتفضلوا، ده البيت بيت. ميرسي يا هانم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلي يا نسيت فضلك يا حبيبتي. يا بنت بطلي كل اللي في دماغك دي. ماليش دعوه، برضه عايزه اعرف الست دي تبقى مين. مراته، وده راجل غني جدا وهيشاركني في كل شغل ان شاء الله، وهيشتري مني كل اختراعاتي. روحي بس انت دلوقتي هاتي لي قطن وشاش وميكروكروم. ليه؟ اصل هو جاي الظاهر اتخانق مع مراته فالجاكيت قفلت على العربيه، يعني متعوق. هاتي لي بس. حاضر، بس يا ريت يا زغلول، يا ريت تبقى صادق. مش وقت نحنحها، خش بقى. هم راحوا فين يابا؟ يريحوا شويه. يريحوا شويه؟ دول خلفوا ياما. مش ممكن، ايدي هتتقطع. الله 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 الله. انت بتعملي ايه؟ بقلع هدومي في حاجه؟ ليه بقى؟ الله، عشان انضف لك الجرح. يا سلام، وأنت ما بتعرفيش تنضفي جرح لما كنت قلعة؟ يوه، امال حملك ازاي؟ وبعدين بقى في الليلة مش هتعدي على خير دي. بتعمل ايه يا ولد؟ استني بس ياما. وتبص على صاحبك ومراته وهم نايمين. نايمين؟ دول لسه هيناموا ياما. يا واد اختشي اختشي. ياما استني عليا، انت ما انتش فاهمه حاجه. من خرم الباب يا واد. قد اللي كان ناقص. الحاج زغلول. استغفر الله العظيم. طب انت بطلي الحركات. تعالى يا زغلول، خش. واقف كده ليه؟ ده احنا في بيتك. خش يا مدمزيل وفاء. انت بس. لا الشاش والميكروكروم بس حاجه عشان غلط كده. اخصى عليك يا زغلول، ما كنتش اتوقع ان انت راجل زي بقيه الرجاله. ايه؟ قصدي ما كنتش اتوقع ان انت راجل عينيك زي كل الرجاله. انا زي ايه بس يا بنت؟ انت مكبراها ليه كده؟ انت ما عندكيش حاجه شفتش كده زي اللي لابساها كراميلا بدل الجنينه اللي انت لابساها لي دي؟ وايه التقفيزه دي؟ لا 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 عيب. يا بنت عايز اشوف حاجه بس. لا 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 والله العظيم عيب. يا بنت مش حاجه، هشوف حاجه بس. انت متخيل ان انا ما عنديش مشاعر؟
بتلعبي حديد ولا ايه؟ خلاص خليكي زي ما انت عشان ما تبرديش. طافي بقى زي ما بصي. ايه يا بت وانا بديك ابره؟ تبوسني؟ تعرف ان دي اخلاقي؟ انت متخيل ان احنا حتى لو اتجوزنا هسيبك تبوسني؟ ايه يا زغلول؟ ياه، ابقى اقلع النضاره. ليه؟ عشان لما ابي يجي ويديك بالبنيه الازاز ما يدخلش في عينك. ابي ابي اللي شبه القلم الرصاص ده المقصوف. ابي بقى كل الوجع ده كله على الفسفوسه دي؟ اما عجايب. زغلول اصحى يا زغلول، ساعة الصفر بدت. 0 hour the final countdown. ايه ده كل دول هيبقوا معانا؟ مش عايزين لمه. يلا يا زغلول اتأخرنا. ايه مالك؟ حياة ابوك سرحني. اوعى يكون حصل حاجه بينك وبين كراميلا بجد يعني. انت جريت في مخك بشرفي ولا حتى لمستها؟ لا مش عشان حاجه، بس احنا رايحين نسرق ومش عايزين البركه تتقل عشان طب يلا. ناكل لقمه وبعدين ننزل. ما ناكل تحت. لا تحت ايه؟ انت عندنا في البيت عيب، لازم ناكل عيش وملح. الحاجات دي عيب قوي. اتفضل. عارف يا مر؟ لا مش عارف. عارف اوحش 3 حاجات في الدنيا ايه؟ ايه؟ حاجتين. ايوه صح، عندك حق. النسوان. انت مش صوتك حلو يا ابو علي؟ سمعنا اغنيه راحت عليك يا خفيف قوي. هنا ملطشه امر للنسوان اللي ما يسواش. عندك حق يا سيطره. لو العيال دي بس حد يراقبنا عليهم. وهنعمل فيهم ايه يعني؟ اي حاجه بس تدلنا عليهم. اي حاجه. وهنجيب الحاجه دي منين يعني؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ده كارت وقع من البيت طويل وهما بيربطونا. تاخد حته؟ يا نهار ابوك اسود، معاكوا ساكت. ده في نمره المكتب ونمره البيت وقعوا في ايدي. يلا بينا. سمحت يا عم، سمحت يا عمو. مش هينفع يا ريس. ايوه يا ابني، عايز حاجه؟ يا مسبتي بقى ده منظر ابني برضو؟ مش حرام عليك؟ بتعمل ايه؟ الله يخليك يا ادهم بيه، سيبني بقى اخد وقتي في الخطه. الله يخليك انا فاهم انا بعمل ايه بس بقى يا عمو، هي دي الحدوته. حدوته ايه؟ انت عماله تحكي مع الراجل مش سامعك اساسا. لا قلت دلوقتي يلا اخلعه. احنا حراميه؟ طلع الفيزا كارت يا باشا، ولا احنا في الصحراء هنا؟ انا اعتقد ان انا قلت لك البت دي هتعرنا، يعني ما كانش صح ان احنا نجيبها معانا. انا فاهم شغل كويس. سيبني بس، البت دي مرزقه والله وهتنفعنا. انتوا بتقولوا ايه؟ مش مستريح لك وانا بهديه، مش كل شويه تخش كده في الكلام. فيزا كارت. لا انت تسيبها له بقى وبعدين نرجع له بعدين براحته، عشان انا هنبات هنا والله. يا رب ده هيروح البنك. ما تيجي ننزل نسأل عليهم يا سيطرة. قلت لك اسكت. دول جم. يلا بقى يا ابني، انت بتعمل ايه ده كله؟ بتولد؟ ما تخلص بقى، ده احنا لبسنا في 5 دقايق.
اوعوا حد يقول لي ادهم بيه جوه. سيبوني في اللي انا فيه. بس بقى مشيت البطه. 1 2 1 2 1 2 1 2. يلا يا بني ادم. جاي اهو. طب ما تيجي ننزل وراهم ونزنق عليهم يا سيطرة. لا احنا نسيبهم لما ينزلوا احسن. اساسي. في ايه؟ اكلتوا ايه؟ جالنا بلاغ ان في تسرب غاز طبيعي جاي هنا من المجاري. ايه ده؟ ايه ده؟ الغاز مالي الحته. الغاز مالي المنطقه. بس انا مش فاهم حاجه. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ سيجاره! سيجاره! اطفيها! كمل بيها قبل ما يموت! كمل بيها قبل ما يموت! يلا زغلول خليك انت كمان خليك انت. عينك على المونيتور على التلفزيون، راقبينا في كل حركه من تحركاتنا. طيب بس ما تعوقوش. ايه ابن المجنونه ده؟ اسمع. ايوه دي فرصتنا. ورايا. لا انا اللي حاطط الخطه، انا اللي اقول ورايا. خد نفس عميق. كل حاجه معمول حسابها. قاعدة التنشين أعلى سن نملة الدبانة مع أسفل منتصف الهدف. انت دوست على عرسه ولا ايه؟ وطي صوتك. اسمع. ايوه انا هعد 1 2 3 واقول لك يلا يلا. لا انا اللي حاطط الخطه وانا اللي اقول لك يلا. انت تعد وانا اقول يلا. طيب جاهز؟ 1 2 3 يلا. ده بالك انت. انا مش قلت 1 2 3 وانت قلت يلا؟ ما جيتش ليه؟ انا كنت مفكرها بروفا. بروفا دي يلا. انا اللي اقول يلا. يلا. اقفل الباب. الخزنه فيه 3. بتعمل ايه؟ ابوس ايديك سيبنا اشتغل، كل حاجه معمول حسابها في الخطه. اهدى بقى. حافظ الارقام؟ ايوه استنى. غيرت الكومبينيشن. كومبينيشن؟ انت ايه هتفتح تواليت ولا ايه؟ كومبينيشن يعني الكود، الرقم السري يا غبي. اسود كده، احنا دخلنا الارقام كذا مره غلط، يعني الخزنه دي بقت لوكت. ايه لوكت دي؟
يعني مش هتفتح ابدا يا طبش. مش هتفتح كده في وشي بتقولها لي، بتقولها في وشي. اهدى شويه، اهدى ما توترنيش ابوس ايديك. لوجدي يعني ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ استنى بقى. لو انت مظلوم ربنا هيوفقنا في الفكره دي. لو انت اللي ظالم شريكتك يبقى انا وانت هنشوف ايام سودة. نفك دايره الكهرباء ونرجعها تاني. يا ابن الكمية اتفتحت تاني. انت مظلوم. استنى والله انت مظلوم. لا كده اسمعني، استنى. هي كانت بتقول ان اهم يوم في حياتها يوم ما كتبنا العقد انا وهي بتاع الشركه سوا. ده كان يوم 16/12/98. قرب 16/12/98. الحمد لله فرق الشارع كله موجود. برافو عليك يا عبد الحليم، انت فعلا عبقري. لو ماما شافت بقى من دول هيغمى عليها 38 سنه. وانا الشركه كله موجود كده عارف ارجع حاجه بمنتهى السهوله. الشنطه عشان نحطه في ايدي. يلا شيل شغال في محطه مصر. وانا ما كنتش انا اللي حاطط الخطه. احترمني شويه. يلا يا بني ادم يلا. ده ما يفتحش. ايه؟ الباب ما بيفتحش. يبقى انت ظلمت شريكتك. الست دي مظلومه. انا ايه اللي خلاني اشارك في الجريمه دي؟ مش هعرف احكيلك، مش هعرف احكيلك. من غيري كنت هتتعكش. تتعكشوا؟ ايوه كلمه بلدي معناها تتقفشوا. شيل يلا. البنت دي ملفقه وهتنفعني. انت ظلمت الست دي. اي حركه هضرب في المليان. والله العظيم يا باشا ما ليا دعوه. ده هو اللي حط الخطه وهو اللي بيقول يلا. انا؟ انا ما اعرفش اقول يلا. لا انت قلت يلا. عزيزي المستمع، اذا عرفت الجاني اتصل ب 0900. اكتب النمره. الراديو يا اهبل. راديو ايه؟ ما هو راديو وقف معانا ليه كده؟ يا حلاوه، ده فستان المدام زي الكحك عليا. كحكه؟ انت ايه في فرن؟ بس الشمس ده زغلوله مستنياك تعالى. مني ايه؟ اوعى حد يمد ايده. سيبني عليه المره دي يا سيطره. اوعى تسمع كلامه يا اخ سيطره. فهم الاخ المر بالزياده ده ان المدينه غير الصحراء. هو ايه؟ لازم يتضرب كل 6 ساعات زي الانتبيوتيك؟ فهمه يا سيطره. مش عايزين نرجع لايام الصحراء. المره دي انا مش هقتلك. انا هخليك تتمنى الموت ومش هطوله. انا هخليه طوله. طب امنوا بالله انتوا الجوز كدابين وهنرجع. ولا الفلوس في الشنطه فين يا ولا؟ الفلوس فين؟ سيبني افهمه بمعرفتي. ولا الفلوس فين يالا؟ لو ابو الهول نطق انا نو. ولا ما تزعقش.
سامحني يا رب. والله يا رب انت عالم ما كنت هعمل معاها حاجه. انا كذاب، انا بق بس يا رب وانت اللي عالم. لسه واخد حمام سخن وحاطني كده في البرد معلقني. هيجي لي انفلونزا يا رب. انتقم لي من العربي سيطرة والمر بزيادة. ايه العربية دي؟ زق يا مر. الحقوني هقع، الحقوني هموت. الحقوني يا ناس. انا هنا، انا هنا. مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الحرامية ولاد الكلب، بس انا مسامحهم. انا سامحت كل الناس. ما يخرب بيتك. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل ايه؟ انا اللي هعمل ايه؟ انا اتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عذر. اسكت خالص وركز معايا. شوف انا هعمل ايه. انا هعد من 1 ل3. بعد كده هفتح الباب والحق المرايه. استنى وحياة ابوك مش سامعك، والله ما سامعك. الكلاكسات تحت صوتها عالي قوي. خفوا الكلاكسات شويه. عد واحده واحده. استنى ركز. الملايه لا، الملايه بلاش. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. فلوسي فين يا ابن اللذينه؟ استنى عليا يا ادهم باشا. فلوس ايه؟ الفلوس انا شلتها. هم خدوا الشنطه فيها شويه مخدات على شويه فوط وشويه ورق من بتوعك ما يلزموش. ورق من بتوعك ما يلزموش؟ يا نهار ابوك اسود، الورق ده فيه كل املاك يا بني ادم. اقول لك حاجه، حطني على الكرسي واسالني بقى، انا تعبت. بقول لك الورق اللي معاهم اهم من الفلوس. وانا شايف ان الفلوس اهم من الورق، وحياتي اهم من الفلوس واهم من الورق. طب مد بلاش مض عشان نلحقهم. نلحق مين؟ ما احنا معانا الفلوس. انا مش فاهم. قوم. بتعمل ايه يا مر؟ بحاول افتحها يا عم. يا عم اضربها الفك وخلصنا، ولا مستني يعني حد يفتح لك الباب من جوه؟ صحيح. ايه ده؟ انا فتحت باب حمام ولا ايه؟ دي مليانه فوط وصابون. فوط وصابون؟ فلوس فين يا باشا؟ معرفش الله. بقول فين اصوت ولا معلي كنت ولا لا؟ ما تزعقيش يا خربانه، الدنيا ليل. هنا. هم بيضربوها كده ليه؟ يا سلام، صعبان عليك قوي. وانا ما صعبتش عليك وانا متعلق في الدور ال80. خليك واقف هنا لما نشوفها هترسى على ايه. الفلوس فين يا باشا؟ الورق ده يلزمك يا سيطره؟ لا بطلته، ارميه يا وقت. الفلوس فين يا باشا؟ في ورق تاني يلزمك ده يا كراميلا. اتنيل على عينك وارميهم. ودول ما يلزمونيش في حاجه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، دول بيرموا الورق بجد. يا عم استنى بس، كويس انهم بيرموه يبقوا مش حاسين بقيمته. سيبهم لغايه ما يمشوا وبعدين نروح نلمه براحتنا، ما توترنيش بقى. اسكتي خالص. استهدي بالله، استهدي بالله يا كراميلا، احنا عملنا لك حاجه. استخبى بوليس. بص يا باشا. يا باشا خطفني يا باشا. كذبوا عليا. ما اعرفهمش يا باشا، ما اعرفهمش. خدوني جابوني في الشارع. يلا انزل. خدوني في الشارع يا باشا. انزل لم معايا. سيب الفلوس في العربيه كده. فلوس ايه يا متخلف؟ ده اهم من الفلوس. اطمنت يا عم، كل حاجتك سليمه اهي. لا لسه، لازم الغي عقود الشركات والتوكيل وامنع ناديه من سفر قبل ما تهرب بالفلوس بتاعت القرض. والله بقى يا بيه دي مشاكلك انت وهي. المهم عايزين نلحق نقعد في اي حته علشان نعد الفلوس واخد ال5 مليون جنيه بتوعي. نص مليون جنيه بتوع ايه؟ حقي. ايه؟ ناوي ترجع في كلامك ولا ايه؟ اتجننت يا ابني، دي فلوس القرض لازم ترجع البنك حالا. يا سلام، وانت ايه فجأة ضميرك كده صحي؟ ما كانت من شوية الفلوس دي هتتهرب بره البلد.
سيبها بقى مره واحده تتهرب جوه البلد. اديني الفلوس دي والا بشرفي هقتلك. لا مش هتاخدها قبل ما اخد حقي. بقول لك هقتلك. اوعى هقتلك. بقول لك اوعى. اديني الفلوس دي دلوقتي. يا اخي ملعون ابو الفلوس اللي تعمل في صاحبها كده. أنا مش مصدقة، أنا بحلم. شوفي، انا من امبارح للنهارده عرفت قيمه اللي ربنا اداهولي. مراتي اللي بحبها وابني ده أنت. وبيتي اللي ما اقدرش استغنى عنه ابدا. ده مش كلام، أنت مش قادر. من النهارده ده كلامي. وإيه اللي حصل من امبارح للنهارده؟ زغلول كده برضه قلقتني عليك. ما عرفتش اعمل حاجه يا وفاء. ما عرفتش اعمل حاجه والمهله خلصت وهنعيش في خير من القواء باين علينا. امال فين ادهم بيه ده اللي كان ادهم معاك؟ بيه، ادهم بيه ده ايه؟ ادهم بيه ده ايه؟ محدش بينفع حد خالص دلوقتي والناس نايمه على ودانها، محدش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها. معلش ولا يهمك، ده انا حتى امبارح حلمت لك حته حلم. ابوس ايديكي بلاش تنامي طول عمرك بعد كده. خش هاتي صبر وانا هجيب امك. يلا يا فيفي اسألي يلا. خد الواد ده انا اكيد شاطر في التلسكوب. اشكر يا رب. اشكر يا رب. يا نزل مع فيفي. يلا الحق. يا ساتر يا رب. مش وقت انزلي خلي بالك ان صبر يقع عليه مسمار يعوره ولا حاجه. لسه حد فوق. انت سعيد شوفهم انت. هجيبهم مهمه بس. ما لقيتش الا مهمه. اما خاور الله. على مهمه بسرعه. امسك في ايدك يلا. خلي بالك من نفسك يا فيفي. كنتوا مستنيين ايه؟ ان البيت يتهد؟ هيتهد. كنتوا مستنيين حد يساعدكم؟ خلاص خلصت الايام دي. ما عادش حد يساعد حد ولا حد يمد ايده المعونه لحد. لو ما اشتغلناش بايدينا هنموت من الجوع. لا، ده اللي مش هيخترع هيموت من الجوع. يا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبني البيت ده من اول وجديد، يا اما هنقوم مره الصبح مش هنلاقي لنفسنا وجود في المنطقه كلها. احنا كده ما بنتحركش غير في اخر ربع ساعه. وانا هبات فين النهارده يا زغلول؟ يا عم صابر اقعد في حته هشوف لك علبه كبريت تبات فيها.
مش عيب واحد مليونير زيك برضه يشتغل بايديه في دهان البيت؟ مليونير منين بقى؟ انت جاي تتريق عليا ولا ايه؟ ما انت خدت الفلوس وخلعت. مبروك عليك تصليح البيت. في ايه يا بيه؟ في واحده كتير ضحكت عليك وجايين احط لك خطه عشان نروح نسرق شركتك برضه؟ انا فعلا محتاج لك عشان تحط لي خطه، بس عشان الشركه بتاعتنا. بتاعتنا؟ انا ما ينفعش انا وانت نبقى شركاء خالص يا بيه. ليه بقى؟ انا بفلوسي وخبرتي وانت باحلامك واهل حتتك. ومشاكلك عملت فيها ايه؟ انا مشاكلي كلها اتحلت يا زغلول. مراتي وشركتي ورجعوا لي، شركتي والمحامي واتسجنوا، وانت اللي وريتني الطريق لكل ده يا زغلول. بص كمان انا جايب لك معايا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب البت دي هنا؟ البر وسيطرة اتحبسوا وانا جيت عشان اشتغل معاهم، بس المراتب جاهز. قلت ايه؟ يلا مش بقول لك البت دي طول عمرها مرزقه، بس خليها تشيل اللي بانا من بقها. قلت ايه؟ تشاركني يا زغلول؟ لما الدنيا تعاند ولا عليك تتك، لما تضيع احلامك وبيبانك تتسك، اوعى تكشر ولا تتأثر، لم قوام كل اللي اتكسر، وافتح صدرك فوق. لو مرة اتكعبلت قوم من تاني وعيشها، ولا في سكة قابلت الأحسن طنشها. حب حياتك حب وبرجلينك تبقى. هيحصل له ايه؟ خلاص انا جبت اخره. اتفضل يا استاذ. وعلى دموعك صب. حب حياتك حب وبرجلينك تب. حب حياتك حب وبرجلينك تب. اشمعنى يعني دي اللي تنفع؟ لان الخطه طويله شويه. لو حد بيلعب في الزرار اللي فيه يتشفط. شفط كتير والله. لما تضيع احلامك وبيبانك تتسك، اوعى تكشر ولا تتأثر، لم قوام كل اللي اتكسر، وافتح صدرك فوق. حياة ابوك يا جد، والله العظيم عامل كده والمصحف الشريف وحته كعب معاك. ما تكلكعش حياتك، لا ما تعقدهاش، قطرك عدى وفاتك. وعامله وحش في المكتب، جرب المكتب بقى. اجي معايا ومن شد شويه وشد، نوصل بدري نغني ونرقص، وافتح صدرك فوق. اصل انا سمعت لما يبقى اتنين متجوزين ممكن يناموا على بس يا بنت بطلي هبل. لما الدنيا تعاند ولا عليك تتك، لما تضيع احلامك وجبانك تتسك، اوعى تكشر ولا تتأثر، لم